دعوة العجوز وفضيحة الدراجة. يا الربع، القصة هذه وصلتني من خوي لي ضابط في اليمن، وتحديداً في صنعاء عام 2016. تذكرون ذيك الأيام كيف كانت الأوضاع متوترة وحالة طوارئ؟ يقول خوينا الضابط: جتنا أوامر مشددة ننزل الشوارع ونسوي نقاط تفتيش، والتركيز كله كان على الدبابات أو الدراجات النارية، لأن أغلب البلاوي والمشاكل كانت تجي من وراها. المهم، وقف الضابط وعساكر في النقطة، وبدأوا يوقفون الدراجات ويشيكون على الهويات والرخص. شوي وتجي دراجة عليها 2، السواق والراكل اللي وراه. وقفوهم العساكر: هات إثباتك يا ولد. قال السواق: والله يا عسكري نسيتها في البيت. جاء الضابط وقال له: ما في شيء اسمه نسيتها، دق على أهلك يجيبونها ولا بنحجزك أنت ودراجتك. قام السواق يترجى: يا سيدي أنا يتيم، وأمي وأبوي كبار في السن، والبيت بعيد، تكفى مشينا هالمرة. هنا تدخل الراكب اللي وراه مسوي فيها فزعة، وقال للضابط: يا ابن الحلال هذا مسكين ويتيم، مشيها له علي. الضابط التفت عليه بشك وسأله: وأنت من تكون؟ تعرفه؟ رد الراكب: لا والله، أنا مجرد زبون وقفته يوصلني مشوار، ما أعرفه. قال الضابط: طيب دامك فزع كله، هات أثباتك أنت. ارتبك الراكب وقال: إيه حتى أنا والله إثباتي في البيت ومستعجلين الله يخليك. الضابط استغرب، السواق ما معاه إثبات والراكب بعد ما معاه إثبات، واثنينهم بدراجة واحدة وفي وضع أمني حساس. قال: لا والله، المصادفة هذه ما تمشي علي، انزلوا اثنينكم وهاتوا جوالاتكم. صادر الضابط الجوالات وحولهم لمركز الشرطة. السواق لأنه صادق، أول ما وصل القسم اتصل على واحد من قرايبه وجاب له إثباته، شيكوا عليه طلع سليم وأفرجوا عنه. بقي مين؟ بقي الراكب راعي الفزعة. سأل الضابط: أحد بيجيب إثباتك؟ قال: لا، ما عندي أحد. شكله كان مريب ومرتبك بزيادة. سأل الضابط العسكري: فتشتوه تفتيش شخصي؟ قال العسكري: لا، بس أخذنا الجوال. أمرهم الضابط يفتشونه، والمفاجأة طلع محفظته في جيبه وفيها كل إثباتاته. الضابط هنا جن جنونه، قال: معاك إثباتك وتكذب وتقول في البيت وتخاطر إن نحجزك؟ ورا ما طلعتها ومشيت، أكيد وراك مصيبة تخاف نكشفها إذا شيكنا على اسمك. الرجال قام يتلعثم وينكر. الضابط أخذ جوال الرجال اللي صادره وبدأ يفتش فيه، وهنا كانت الصدمة اللي شيبت براسه. يقول الضابط: وأنا أقلب في الرسايل طحت على محادثة مع رقم. صاحبة الرقم ترسل رسايل تقشعر لها الأبدان، صوت عجوز تبكي وتترجاه، وآخر رسالة كاتبة: حسبي الله ونعم الوكيل فيك، الله يسلط عليك جنوده، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الضابط يقول: حسيت بكهرباء في جسمي، وش مسوي هذا بالعجوز؟ تمادى الضابط وقرأ المحادثات السابقة وفهم السالفة. طلع هذا الذيب البشري متعرف على بنت مسكينة عندها إعاقة ذهنية، يعني عقلها على قده، واستدرجها بالتليفون لين خلاها تصور نفسها صور ومقاطع مخلة. وبعد ما مسك عليها ممسك ما راح يبتز البنت، لا، راح لأمها العجوز. أرسل للأم صور بنتها وقال: أنا عارف عايلكم وفلان وفلان، وعارف بيتكم، يا تدفعين وتجيبين لي ذهب وفلوس، يا أنشر صور بنتك المعاقة وافضحكم في اليمن كله. الأم المسكينة خافت الفضيحة وخافت على بنتها من القتل لو دروا إخوانها أو عيال عمها، صارت تسرق من ذهبها وذهب بناتها وتحط للسرة عند الباب مثل ما يطلب، وهو يجي ياخذها ويمشي. استمر يستنزف العجوز لين ما بقي عنده ولا ريال ولا قطعة ذهب، ويوم قالت له: ما عندي شيء، هددها بالفضيحة، فما كان بيدها إلا سهام الليل والدعاء، وأرسلت له ذيك الرسالة: الله يسلط عليك. سبحان الله، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. الله ساق برجليه لنقطة التفتيش وخلاه يخبي إثباته وهو معاه عشان يشك فيه الضابط ويفتش جواله وتنكشف جريمته. الضابط من قهرته وحميته مسك الجوال وفرمته وكسره عشان يستر على البنت وأهلها، واتصل على العجوز وقال لها: يا خالة، أنا ضابط شرطة، والله استجاب لدعائك، المجرم عندنا مسكناه وجوال اتفرمت وتكسر ونامي قريرة العين. العجوز بكت من الفرحة، وبالتحقيق والضغط عليه خلوه يرجع الذهب والفلوس اللي ما صرفها للأم، وحولوه للنيابة بتهمة ثانية: عدم إثبات هوية واشتباه، عشان ما يفتحوا سيرة البنت وتنفضح العائلة، ونال جزاءه. العبرة يا الربع، شوفوا كيف ربي فضح بنفسه. لو طلع إثباته في النقطة كان يمكن مشوه، لكن الخوف والريب ودعوة تلك العجوز في جوف الليل هي اللي جابته مكبل للعدالة. اتقوا دعوة المظلوم، فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة.